السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه أحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله يا حبايب قلبي هنعمل غدوة اقتصادية جميلة وطعم وريحة مفيش بعد كده إن شاء الله بإذن الله. النهاردة معانا كبد والقوانص بالخلطة. بسم الله ما شاء الله ريحة، اللهم بارك يا رب. بصوا بسم الله ما شاء الله، رز مفلفل. طبعا الكبدة ما اتهرتش معانا اهيت، والكبدة زي ما هي. ويلا يا حبايب قلبي نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اشهد الله انه احبكم في الله. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض شوية كبد وقوانص، يوم اقتصادي ويعدي ان شاء الله باذن الله، وغدوة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. هنا حطينا معلقتين سمنة على معلقتين زيت، هننزل عليهم بالقوانص الاول. بصوا اهو القوانص الاول، هنشوح القوانص كده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا مع رشه فلفل اسمر بس، مش هنعمل اكتر من كده. اهو هنشوح فيها كده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنفضل بقى كده اهوت القوانص هنشوح فيها كده ونوطي عليها النار، تاخد غلوه بسيطه كده، ونرجع تاني نكمل الفيديو مع بعض. كده يا حبايب قلبي شوحنا القوانص اهو مع بعضينا ووطينا عليها النار. لازم توطي عليها النار وتغطيها، لان القوانص بتاخد سوا كتير اكتر من الكبده. ونزلنا عليها اهوت بالكبده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازم نستنى ثانيه واحده بس، بعد كده نقلب الكبده عشان ما تتهريش من النار، لان اقل حاجه الكبده بالذات بتنهري مننا. لازم بالراحه عليها خالص، لازم تاخد صدمه في الزيت كده. وننزل عليها اهوت مع بعضينا بالبصل. بصوا وادي الفلفل اهوت. بسم الله ما شاء الله، بامر الله ان شاء الله اكله هتستاهل بقكم باذن الله. وادي معانا فصين توم. بسم الله ما شاء الله. يلا بصوا الكبده اهي شدت معانا وتجانست شويه، وخدت معانا اللي الصدمه اللي هي بتاعت الزيت. هنشوحها كده مع بعض اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، الريحه جميله والله. اوعوا تنسوا القوانص بننزلها الاول، لازم ننزل القوانص الاول عشان بتاخد سوا. لازم يا جماعه ننزل القوانص ونغطيها، ما نسيبهاش الحله مكشوفه عشان مش هتستوي والزيت هيطير مننا ومش هتستوي معانا. لازم نغطيها ونشوح كده فيها اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا مجرد اهو ما احنا شوحنا فيها بس شويه اهو، قربت تستوي، لان الكبده ما بتاخدش السوا خالص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوه الجميله ان شاء الله باذن الله، عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم. هننزل اهو مع بعض بالبصل. بصوا اخر حاجه بننزلها اهو بعد ما الكبده والقوانص اتشوحت، هننزل بالبصل. هنقلب بقى البصل مع بعض اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبايب قلبي نزلنا بالفصين التوم اهوت مع البصل. هنقلب كل الكلام الحلو الجميل ده مع بعضه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. لازم يا جماعه الكبده تاخد تشويحه الاول مع القوانص كده حلوه، بعد كده ننزل بالبصل. ده اهم شيء عشان خاطر الكبده لما نيجي نقلبها مع البصل ما تتهريش مننا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده قلبناها تقليبه حلوه اهوت مع بعض. بسم الله اللهم بارك. هننزل عليها بقى ان شاء الله باذن الله بالفلفل اهو. انا بحب الحاجه سبايسي، فبراحتكم عايزين تنزلوا بقرنين رومي بدل القرنين الحراقين براحتكم. انا عامه بحب الاكل يكون سبايسي شويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نزلنا اهوت بالفلفل وشوحناها برضو مع بعض اهوت. الكلام الحلو الجميل كل ده مع بعض. الريحه بقى من غير ما نحط التوابل لسه. بسم الله ما شاء الله، الريحه والله العظيم حكايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ما تنسوش بقى اللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه الجميله اللي بتسعدني
كده يا حبايب قلبي هننزل بالتوابل اهو، رشه سكر، بابريكا، ده توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، كاري وكركم. بسم الله ما شاء الله، الريحه اللهم بارك يا رب. ولازم رشه القرفه، اوعوا تنسوا رشه القرفه دي بالذات. طبعا رشه القرفه دي بتشيل نسبه الزفاره وبتخليك ما شاء الله مهما غسلت الكبده ومهما عملتيها بتبقى برضو لسه فيها سنه زفاره. فانت لازم رشه القرفه دي، معلش لو انتوا مش حابينها رشه القرفه ديت ممكن تستبدلوها بتوابل الفراخ، لان انا ما حطيتش توابل الفراخ. وهنقلب الكلام الحلو الجميل ده كله مع بعضه. عارفين انا حطيت رشه السكر ليه؟ عشان بسم الله ما شاء الله بتديكي كرمله كده في الاخر، بتبقى كرمله حلوه جميله كده. اللهم بارك يا رب. بص اللهم بارك، الريحه اللهم اكبر الله اكبر جميله. بسم الله ما شاء الله. بص انا ما عملتش لسه حاجه اهو، والريحه اللهم بارك يا رب تحفه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده طبعا احنا شوحناها اهو مع بعضنا اهوت. هنغطيها ونوطي عليها، لازم نوطي عليها عشان السوائل ديت تحتفظ برضو فيها. لو انت حابه هتغمزيها بعيش يبقى برضو فيها سوائل. بص يا حبايب قلبي، والله والله يا ريتكم معايا وشمين الريحه. اللهم بارك يا رب، الله 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 الله. وهتبقى اكله جميله ان شاء الله باذن الله، لان مقروء عليها اسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل عليها دلوقتي بالرز اهو. بسم الله ما شاء الله. شفتوا اكله كامله متكامله. اللهم بارك يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. شفتوا بقى الاكله الحلوه الجميله السريعه دي، وكله في حله واحده. بصوا اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كله في حله واحده، واكله اهيت. وعملنا غدوه جميله بسم الله ما شاء الله، عسل 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 عسل. والله العظيم لو اوصف لكم الريحه اقسم بالله الريحه جميله جدا. الريحه والله ما قادره اوصفها لكم عامله ازاي. ما تنسوش بقى التعليقات الحلوه الجميله والكومنتات والاشتراكات الحلوه بتاعتكم الجميله وكلامكم اللي بيسعدني، اللي بيخليني اتشجع كمان وكمان. طبعا احنا قلبناها اهو، مش هنقدر نقلب فيها اكتر من كده عشان خاطر الكبده. احنا زي ما قلنا الكبده شوحناها شويه بس برضو عشان برضو الكبده ما تتهريش. بصوا بسم الله ما شاء الله الكبده عامله ازاي، زي ما هي. بصوا لا اتهرت ولا اي حاجه، لان احنا شوحناها برضو على النار شويه. طبعا هننزل عليها دلوقتي ايه؟ بميه سخنه مغليه. لازم الميه تكون سخنه مغليه، عشان لو نزلنا عليها بميه من الحنفيه الكبده هتعجن والرز هيعجن ومش هيطلع مفلفل معانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا دوب غطيت الرز، انا مش هزود الميه اكتر من كده. بصوا يا دوب غطيت الرز بيها اهو. بصوا يا حبايب قلبي يا دوب بس غطيناها اهي. هنعوز شويه ميه صغيرين بس كده اهو، بس خلاص. وان شاء الله نقدم ان شاء الله باذن كده يا حبايب قلبي. بصوا انا حطيت الميه بسوا بس الرز اهي، ما علتش الميه كتير عشان لا الكبده تتهري ولا الرز يتهري ويطلع مفلفل. ان شاء الله باذن الله استنونا بقى لما نغرفها في الطبق الحلو الجميل، وبالف هنا على كل اللي بيشوفنا. ادي يا حبايب قلب الشكل النهائي للكبد والقوانص ام ريحه ما شاء الله، عسل عسل عسل، الله جميله والله. يا ريتكم معايا شمين الريحه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، تحفه، اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. بصوا الرز اللهم بارك يا رب مفلفل، ما فيهوش اي حبايه معجنه. ليه؟ عشان احنا عملناه بميه مغليه مش ميه من الحنفيه. وسيبنا بصوا ما شاء الله الكبده عامله ازاي، ما شاء الله مستويه وجميله، الله اكبر عليها. ما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوه الجميله وكلامكم اللي بيخليني اتشجع واعمل حاجات احلى واحلى ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك وتعليقاتكم الحلوه الجميله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.